بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ طبعا صراحة الفيديو ده يعني انا اصلا بصوره وانا مش ما كنتش حاطط في دماغي ان انا اصوره اصلا. بس يعني الصراحة انا يلا مروح يعني وكنت متضايق على الاخر يعني. فقلت لازم اصور الفيديو ده يعني. الفيديو ده رسالة لاخواتي الشباب وبرضو اخواتي البنات يعني وكل الناس يعني، حتى لو انت مثلا اب بيسمع الفيديو او ام لازم تسمعه عشان تعرف ازاي تربي اولادك صح، من الاخر كده يعني. النهارده انا ماشي في الشارع يعني، كان في كده زي ما تقول خناقه بين الشباب يعني وكده. فهم برضه الناس دول يعني ايه، ايام الجاهليه يعني تعرفوا. فالناس دول كانوا بيتخانقوا يعني بكده والفاظ بقى بذيئه ومش عارفه ايه. الشارع بقى بسم الله ما شاء الله اللي انا ساكن فيه دواتي، يعني مش عايز اقول الشارع مية مية يعني. الناس فيه في كل مكان يعني، ولاد بنات كله فاهم موجود في الشارع يعني. سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. معنى الكلام ده بكل اختصار كده إن هو متقعدش في الشارع كده وبس يعني. يعني سيدنا محمد كان بيكلم مين؟ كان بيكلم الصحابة، كان بيقول لهم إياكم يعني إياكم والجلوس في الطرقات، يعني ما تقعدوش فيها كتير. طب قالوا له يعني دي أماكننا، دي حياتنا، احنا لو ما قعدناش هنا مش هنعرف نعيش يعني. زي كده قاعدين قدام يعني البيت مثلا في المنظرة كده في الدوار عمالين نتكلم بقى عن التجارة ومش عارفة ايه. لكن معلش بتاع المجالس بتاعت اليومين دول أصلا الكلام بقى غيبة وبص البيت دي مش عارفة ايه وكده يعني. فالصحابة قالوا له طب احنا مش عارفين، احنا دي مجالسنا لازم نقعد فيها. فسيدنا محمد رد وقال لهم يعني لو هتقعدوا في الطريق ادوا الطريق حقه. قالوا له طب ايه هو حق الطريق دوتي؟ قال لهم أربع. حق الطريق هو غض البصر، مفيش حاجة اسمها واحدة معدية طب بص دي مش عارفة ايه، لا، غض البصر. رقم اتنين هي إماطة الأذى عن الطريق، يعني في طوبة كبيرة في الشارع مش عارفة ايه، واحد معدي أظبط له، واحد بيركن مثلا العربية بتاعته كده يمين شمال، ده بس كده. بعد كده برضو رد السلام، واحد معدي مثلا سلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام وهكذا يعني. رقم أربعة هي إنك أنت يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني مثلا شفت واحد زميلي مثلا جاي بيتخانق بيشتم مثلا شتيمه، اقول له يا عم انت خلي بالك مش عارف ايه، الشتيمه حرام وكذا كذا يعني. فحاول ان انت تكون انسان مؤثر للافضل دايما يعني. فيا اخواتي الموضوع برضو مش سهل. انا كنت من فتره كده قاعد مع واحد صاحبي يعني، فبقول له الاغاني حرام ومش عارف ايه. قال لي يا عم احمد انت متشدد قوي ومش عارف ايه. الكلمه دي صراحه ساعات فاهم انت بتكسرني شويه يعني. انا بس يعني ايه، الواحد الله المستعان يعني، ستر ربنا موجود. بس لو اتشال عليك يعني مدح الناس ليك بالغيب ده بيدل على يعني انك انت جميل ستر الله ليك. انت لو ما كنتش مستور يعني ربنا يجعلنا افضل مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. يعني بجد حاجة كبيرة جدا. وبرضه التساهل في الدين هو اللي بيهدم الدين. ان انا اكون متساهل واقول مثلا معلش دي هتعدي ومش عارفة ايه، والبنت مثلا اللي هي لابسة الحجاب بتلبسه كده مرة واحدة توسع مثلا فتحة الطرحة كده ومش عارفة ايه، تقول يعني ده منظر الجمال والموضة بتاعت الغرب ومش عارفة ايه، وهي مش عارفة هي ماشية ورا ايه. قل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات دي خطوات كتيرة قوي، مش خطوة واحدة لأ. يعني أول حاجة اطلق بصرك مش عارف ايه، وقف في الشارع مش عارف اعمل كذا ومش عارف ايه. مرة واحدة هتلاقي نفسك بقيت بتصاحب بنات. مرة ممكن تزني، ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا. تقول يا عم ازاي أنا أعمل كده؟ أيوة أنا أعمل كده وأنت تعمل كده. محدش معصوم. محدش اوعى تفكر نفسك ان انت ده انا اللي مش عارف الشيخ فلان ومش عارف ايه وانا مش هقع في الغلط ده ابدا، لا. انت انسان عادي بتقع في الفتن وبتقع في المعاصي. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيستغفر في اليوم 100 مره. طب ده كان بيستغفر من ايه؟ اصلا هو مغفور له كل ذنب. طب سيدنا محمد كان بيستغفر من ايه؟ هو كان بيستغفر من خواطر القلوب. القلوب هنا فيها خواطر، فيها افكار. لكن احنا بقى خواطر ايه ده؟ احنا محتاجين مليار استغفار بس عشان الحاجات اللي احنا بنعملها في اليوم الواحد يعني. فبجد اوعى تتساهل في الدين.
مرة واحدة تفتح الحجاب، مرة واحدة تلاقي طب ترجع البندانة لورا بس خلاص كده بيتقلع الحجاب. خلاص مفيش كلام يعني. برضو الشباب يعني مبقاش الشتايم الألفاظ البذيئة. يعني الإسلام ما جاش، ما انتشرش بالحروب، ما انتشرش بالقوة، انتشر بالسماحة، بالأخلاق الكويسة. يعني أنا مثلا دلوقتي إنسان كويس، واحد مثلا يشوفني يقول ده أنا نفسي مثلا أكون زي الراجل دواتي مثلا. طب مش بتكلم عن نفسي يعني، عشان أنا الله المستعان يعني. ف يقول لك انا نفسي اكون مثلا زي فلان دواتي. فيبدا بقى يدور يعرف ايه ده مسلم، طب ده على كده دين الاسلام ده حاجه جميله جدا، طب خلاص انا اخش الاسلام مش عارفه ايه. وكده هي دي الدعوه يعني. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان مش عارف مهاجر باين او من حته لحته، في المهم قابل واحده ست. فالست دياتي كانت يعني عمالة تقول له خلي بالك انت لو رايح مكة هتقابل واحد هناك سيء جدا، بيقول اسمه محمد ومش عارفة ايه. هي مش عارفة ان هي بتكلم سيدنا محمد. فقال لها طب ساعدها هو طبعا في حمل الأخشاب ومش عارفة ايه. فقالت له بروح وربنا يوفقك يعني. قال لها طب انت شايفاني انا انسان كويس عشان كده نصحتيني بالنصيحة دي؟ قالت له ايوه انت انسان كويس ومش عارفة ايه. قال لها طب ايه رأيك انا محمد؟ فقامت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أسلمت. فالإسلام انتشر برضو في التجارة، في السماحة، التاجر المسلم مع التاجر التاني. فانتشر الإسلام بقى فيه حاجات. حسن أخلاقك، أنت صورة للمجتمع اللي أنت عايش فيه. لو أنت وحش فالمجتمع كله اللي أنت عايش فيه يبقى وحش. لو يعني فاهم أنت، أنا دلوقتي لما أشوف شخص مثلا، شفت واحد مثلا من المنيا مثلا من القاهرة، هقول عليه ده إنسان مش كويس. مثلا شفته مثلا عليه تصرفات مثلا بيقول الفاظ مش عارفه ايه، بيعاكس بنات في الشارع، اقول ايه ده؟ اهل القاهره دول ناس مش تمام ابدا. اقعد اقول بقى بيبقى فيهم كلام مش عارفه ايه. شفت مثلا اي حد من اي بلد عربيه تاني برضه هقول نفس الكلام. فانا كده بعيب في المجتمع في اللي انا شفت الشخص ده منه. فانت صوره للحته اللي انت طالع منها. انت سفير بيتك، سفير اهلك، سفير ابوك وامك، البيئه اللي انت اتربيت فيها، سفير الحاجات دياتي. فعشان كده لازم تراعي يعني. صدقني انا ما اتكلمتش غير بحرقه بكسره، حاسس ان انا زعلان يعني، فاهم انت اللي هو خلاص. فيعني مش عارف انا اصلا بقول ايه يعني. في الاغلب يعني انا بنشر الفيديوهات دي 30 مشاهده مش عارف ايه. فالله المستعان اخرهم مثلا 200 حاجه زي كده يعني. 200 مشاهدة بس، مفيش ألوفات خالص يعني. فالله المستعان. دي كانت رسالة بس مش أكتر، واللي حابب ياخد بيها عادي يعني. و تشترك في القناة، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.